اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم وجبه اللي سهله وسريعه التحضير، يمكن لكم تعتمدوها في الوقت الانشغال ديالكم. نبداو على بركه الله. كنحتاجوا اول حاجه كميه من الدجاج كتبقى على حسب افراد العائله. كنحتاجوا واحد الحبه اولا جوج حبات ديال الخيزو اللي كيكونوا مقطعين. كنحتاجوا بصله اللي كتكون مشلضه رقيق، فلفله، واحد جوج المعالق مخلطه ما بين القزبر ومعدنوس، وواحد جوج فصاص ديال الثومه، وشوي وجوج وراق اولا ثلاثه ديال وراق سيدنا موس او اوراق الغار. كنجيبوا طنجره الضغط كنديروا فيها داك الكميه ديال الدجاج، وكما قلت لكم على حسب افراد العائله. انا درت هنا غير فخيضات. وكنزيدوا كامل داك الخضره اللي عندنا هنا. يمكن لكم تزيدوا حتى القرعه، يمكن لكم تزيدوا حتى البطاطا، يعني اي خضره بغيتو يمكن لكم تزيدوها. انا فقط درت غير هذا الشيء وجات بنينه وجات اكثر من رائعه. صافي فاش كنكملوا هانتوما بعدا نكمل معكم. درت الربيع كندير البصله. بالنسبه لوراق سيدنا موسى او اوراق الغار اختياريا، ولكن كيعطي واحد البنه زوينه بزاف. صافي هنا كنزيدوا الثومه وكنزيدوا اوراق الغار، ومباشره فاش غنساليو غندوزو للعطريه. كنديروا اول حاجه معلقه ديال الملحه، والملحه يمكن لكم تزيدوا او لا تنقصوا. كنزيدوا واحد المعلقه ديال الابزار وما تكتروش باش ما يجيكمش عاوتاني حار. كنديروا معلقه ديال الفلفل الاحمر، كنديروا معلقه ديال الخرقوم. كل حاجه انا درت منها معلقه، والعطريه الا كانت عندكم الكميه اكثر من هكذا بطبيعه الحال كتزيدوا. صافي وهنايا كنزيد السكينجبير حتى هو معلقه. وهنا زدت واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي حتى هي كتبقى اختياريه، بغيتو تزيدوها كتجي بنينه وكيجي هذا العشاء ديالكم او الغداء اكثر من رائع. الا ما بغيتوش تزيدوها اختياري. انا زدت هنا العطريه ديال الحوت، يمكن لكم تزيدوا العطريه ديال الدجاج، ويمكن لكم ما تزيدوا حتى حاجه. صافي ومباشره كنزيدوا هنايا الزيت. الزيت يمكن لكم تزيدوا اما زيت الزيتون اولا الزيت النباتيه. ما كديروش بزاف، بالنسبه لهنا كديروا واحد 3 ديال المعالق. انا غير درت بالقرعه، مهم القياس 3 ديال المعالق. صافي وفاش كنسالي وكنزيدوا الكميه ديال الماء اللي غادي طيب فيها، اللي غيطيب لنا فيها هاد الخضره وهاد الدجاج. صافي فاش كنزيدوا الماء هانتوما انا غنزيد جوج سلايف. بالنسبه فاش كنزيدوا الماء كنديوها على البوطه مباشره. كنزيدوا البوطه، كنزيدوا في البوطه وكنسدوا عليها الى حتى كتصفر. فاش كتصفر كنخليو البوطه متوسطه، يعني ما كتكونش عاليه، وكنحسبوا لها نص ساعه. نص ساعه كنلقاو الدجاج ديالنا طايب. وهو هذاك انا بالنسبه كانوا عندي فخيضات صغيورين درت لهم غير 25. نتوما غيكون عندكم الجناوح اولا اللي كان. صافي كديروا له نص ساعه. ها نتوما من بعد ما طابوا لنا داك الفخيضات انا غادي نحيدهم. باش في هذه المرحله كنزيدوا الرز. بالنسبه للرز القياس انا غادي نعطيكم. مثلا الا درتو كاس ديال الرز كديروا معاه 2 كيسان ديال الماء. درتو زلافه ديال الرز كديروا معاها 2 زلايف ديال الماء. ديما كنضوبلو الماء، ديما كنضوبلو الكميه ديال الماء باش كيجينا هو هذاك. صافي غنحيد داك الدجاج كامل. وهاد الوجبه راه يمكن لكم ديروها بلا دجاج بلا حتى حاجه. يمكن لكم ديروا غير الرز وديروا داك الخضيره وتسدوا عليهم وتخليوهم يطيبوا. بالنسبه للوقت ديال الطياب ديال الرز كديروا له 4 ساعه. اول حاجه شنو كنديروا؟ كنجهدوا البوطه الى حتى كتصفر. ديما خصنا تصفر لنا الكوكوط اولا طنجره الضغط، وعاد عاد كنحسبوا، ما كنحسبوش وهي مازال ما صفرات. هنا فهاد اللقطه هذه غادي نزيد الرز، وموراها غادي نزيد واحد المعلقه ديال مطيشه الحك. وهذه كتبقى اختياريه، بغيتو تزيدوها بغيتو ما تزيدوهاش ما تزيدوهاش. يمكن لكم تزيدوا في هذه الوقيته هذه واحد مطيشه محكوكه الا ما عندكمش مطيشه الحك. هذا الشيء كما قلت لكم. انا درت زلافه ديال الرز وكانت تقريبا عندي باقه زلافه ديال المرقه، وزدت زلافه ديال الماء واحده اخرى. والماء بطبيعه الحال خصو يكون طايب سخون، حيت الا زدنا الماء بارد على الرز راه غادي يقصح لينا. صافي كنزيدو كما قلت لكم مطيشه ديال الحك وكنسدو عليه صافي وكنحسبوا له 4 ساعات الا حتى كتصفر لينا الكوكوط. وبالنسبه للرز ضروري كتغسلوه مره وجوج وثلاثه حتى كيتحيد منه داك النشا ديالو باش ما كيتعجنش ليكم. هذه هي العشيوه ديالنا. هانتوما شفتوا راه ساهله ودغيا كتوجد.
وكتجي بنينه ما تشبعوش منها. حتى الا كانوا وليداتكم ما كياكلوش الخضره بطبيعه الحال، بهذه الطريقه غادي ياكلوها. ها انا كنوريكم هنايا، ها انتم الروز جات الحبه معزوله على اختها. كنتمنى الوصفه ديالنا تنال اعجابكم، وصفه سهله ودغيا كتوجد، وبالصحه والراحه.